السنة دي احتفلت بطريقة مختلفة عن أي سنة فاتت، أصحابها ما كانوش معاها وابنها ما كانش جنبها. ظهرت بطريقة الجمهور مش متعود عليها أبدا، الدنيا حواليها هص هص، بدل التورتة جابوا لها 3 واللي عملوا لها عيد ميلاد مفاجأة. الطريقة اللي فاجئوها بيها بسطتها جدا وخلت الدنيا مش سايعاها، واللي قالت على عيد ميلادها يخلي العين تدمع. بوسي السنة دي عيد ميلادها كان مختلف تماما. يا ترى ليه أصحابها ما كانوش معاها وابنها اللي طول الوقت جنبها ما حضرش ليه؟ وإيه اللبس الغريب اللي ظهرت بيه؟ وإيه الموقف الغريب اللي حصل من محمود الليثي؟ كل تفاصيل عيد الميلاد هتعرفوها في الفيديو ده، ولكن كملوا معانا للنهاية. بوسي السنة دي عيد ميلادها كان عكس اللي حصل السنة اللي فاتت، وعيد الميلاد كان في الساحل الشمالي ومش على البحر، اتعمل على حمام السباحة. ووقت ما هي كانت ملخومة في الشغل والحفلات اللي عندها هناك، ما كانش في دماغها الاحتفال خالص، لحد ما اللي شغالين معاها في الحفلات والقريبين منها عملوا لها عيد ميلاد مفاجأة. وما كانش على بالها أبدا، وكتبوا اسمها حتى على حمام السباحة بالبلالين، والبلالين ملت المكان بالأشكال حواليها، وجمعوا كمان ترابيزات وحطوا عليها 3 تورتات مختلفين عن بعض خالص، واستنوا بقى لما الدنيا تبقى فاضية خالص وغموا عينيها وفضلوا ماشيين بيها لحد اللي عاملينه. طفوا طبعا كل الأنوار ما عدا إضاءة بسيطة بس، وأول ما دخلوا قدام حمام السباحة كشفوا عينيها وفتحوا الأنوار، اتفاجئت بقى بكل اللي عاملينه علشانها. ما كانتش مصدقة نفسها، كانت مش مستعدة خالص لأي حاجة، بدليل إنها كانت لابسة لبس ملوش علاقة بالاحتفال، واللي كانت لابساه هو تي شيرت وهوت شورت وعليهم قميص. كمان شعرها كان ملموم مش زي عادتها ابدا، وده بيبين ان الموضوع كله بالنسبه لها كان مفاجاه. واول ما لقت اللي عاملينه حواليها وقفت ترقص وكانت فرحانه جدا، ورقصت اول حاجه على اغنيه كنسل الشغل لمروان بابلو، ورقصت بقى مع كل اصحابها اللي كانوا حواليها، وكمان رقصت على اغنيه عيد ميلادي وكانت مبسوطه جدا. اصحابها وصحباتها كانوا بيرقصوا معاها ومش سايبينها. في كل ده كان ياسين ابن بوسي مش موجود معاها زي ما كان موجود جنبها السنة اللي فاتت، وده عشان هي كانت موجودة في الساحل عشان شغلها، وهو كان موجود في القاهرة مش معاها. ده غير بقى محمود الليثي اللي برضه ما كانش معاها السنة دي، بس كان أول الناس اللي هنتها بعيد ميلادها وبين قد إيه هو بيحبها وإنه بيعتبرها زي أخته بالظبط. بوسي بعد ما العيد ميلاد خلص واليوم عدى، كانت شايفة إنه أهم عيد ميلاد اتعمل لها في حياتها، وإنه كان موجود جنبها ناس من أهم الناس اللي في حياتها. كانت مبسوطة فعلا من قلبها، وقالت إن المفاجأة اللي عملوها لها بينت قد إيه هما بيحبوها فعلا. كمان عبرت عن حبها ليهم بشكل كبير، واتمنت إن ربنا يديم عليها نعمة حب الناس، وخصوصا الناس الواضحة والسالكة اللي بتحبهم وبيحبوها. انتوا إيه بقى رأيكم في عيد ميلادها السنة دي؟